البطوله دي ميزتها انها بتجمع الاعضاء كلها من على مستوى الجامعه على جميع الاقسام، وبنتقابل فيها وبيبقى في محبه ورياضه، برضه نوع من الرياضه. احنا شغلنا كله ما فيهوش اي رياضه، فدي طبعا دي بتنمي الروح الرياضيه عندنا برضه، واللياقه البدنيه بتزودها. واحسن حاجه فيها ان احنا بنقابل بعض. احنا ممكن احنا في الشغل ما نقابلش بعض غير بس كل سنه كل سنتين حسب الظروف. طبعا انا بتشرف لكوني ان انا ابقى ضمن البطوله اللي اقيمت بتاعه قضايا الدوله. وطبعا هدف البطوله دي الاول ان هي بتجمع الناس الساده المستشارين بالكامل، ويعني بيبقى فيها نوع من المحبه والاخوه، والناس برضو يعني بتتعرف على بعض، ويعني طبعا غير ان الكوره طبعا دي حاجه شيء اساسي في الحياه. احنا النهارده يعتبر الختام دورة القاهرة. احنا مقسمين هنا، النادي الرياضي مقسم دورات على مستوى الجمهورية، عامل مجموعة في القاهرة ومجموعة بحري ومجموعة في الصعيد، بحيث انه يوصل 8 فرق في التصفية النهائية. والنهارده ختام دورة القاهرة، بحيث يبقى في النهارده البطل فيه 1 و2، دول هيوصلوا تلقاء للدوره الجايه اللي هي 8 فرق، وفي فرقه هتصفي مع فرقه، يبقوا 3 من القاهره والباقي هيبقى من الصعيد ومن وجه بحري. النهارده بسم الله ما شاء الله في ود كبير جدا بين الزملاء بعضهم، ناس كتير بقت عارفه بعض، ناس كتير بقت بتسال على بعض. بنلعب كوره وفي منافسه شديده، واحنا النهارده نلعب على الثاني والثالث، وفي فريق الاول واللي بيخسر يقول له ده انت خسرت كذا كذا. اكيد حاجه جميله جدا، لكن في الاخر فعلا بتنشئ صداقات ما كانتش موجوده جدا. يعني 90% من اللي احنا بنشوفه النهارده ما كانوش عارفين بعض. الدوره دي قدرت خلال 4 أسابيع تخليها زي نشاط اجتماعي اكتر منه رياضي. الناس بتحب بعض، الناس بتستنى يوم الجمعه. انا شخصيا يعني مجرد ما بيجي يوم الخميس ده خلاص بكره الجمعه انا مستني يوم الجمعه. طبعا هي الحياه كلها ضغوط، وضغط العمل عندنا بيبقى شديد جدا وقوي جدا، فاحنا بناخد كل حاجه بجد، حتى اللعب بالنسبه لنا بناخده بجد. فهو ده السبب الرئيسي ان احنا بنلعب في منافسه، في روح، في قوه، في منافسه في قوه في الاداء. هو ده الواقع العملي، ان ده طبعا امتداد للدوره اللي فاتت السنه اللي فاتت، وباذن الله من دورات لدورات والدورات الرمضانيه يعني اهو بنحاول نخدم الاعضاء ونكون تحت عند حسن ظنهم. والله دي الدوره معموله العام التالي على التوالي، ومعموله طبعا على مستوى الجمهوريه، مش مجموعه القاهره بس. قسمناها طبعا مجموعه القاهره لوحدها، طبعا مجموعه بحري لوحدها ومجموعه قبلي لوحدها، وان شاء الله بعد ما نخلص الدور دوت هيبقى في دور الثمانيه طبعا ذهاب وعوده. ودي هتبقى فرصه طبعا للناس حتى بتوع القاهره، ممكن نسافر اسوان وممكن نسافر اسكندريه، فرصه لتجمع جميع اعضاء الهيئه ان شاء الله. البطوله دي سنه عن سنه بتستجيب لها عدد كبير وناجحه بشكل ملفت للنظر وعامله صدى جميل، ونتمنى لها التواصل والتقدم ان شاء الله في السنوات القادمه. ما تبقاش بطوله واحده على مدار السنه، نقدر نعملها في اكتر من مناسبه خلال اشهر السنه بالكامل ان شاء الله. السنه دي قلنا نكرر ان شاء الله المحاوله تاني، والحمد لله بدأنا برضو بذات البطولة. عملناها نظام مجموعات عشان المسافات، فكان عندي هنا في القاهرة 8 فرق، عملت لها مجموعة القاهرة، وعملت مجموعة بحري 6 فرق، ومجموعة برضو في وجه القبلي 6 فرق. والحمد لله احنا حاليا النهاردة آخر يوم في مجموعة القاهرة. كان بطولة من 8 فرق نظام النقط، والحمد لله النهاردة آخر يوم. هصعد الاول والثاني من المجموعه، والاول والثاني من بحري، والاول والثاني من قبلي، وفرقتين احسن توالت، وان شاء الله هنبدا بالدور الثمانيه وبعد دور الثمانيه، وبعد كده قبل النهائي والنهائي ان شاء الله.